في البداية أشكر الأخوات الحاضرات معنا اليوم، كما أشكر كل الإخوة وشباب فاس المدينة. وأطلب من كل الأخوات والإخوة المسامحة لأن القاعة غير قادرة على استيعاب كل الذين حجوا إلى هذا اللقاء، ولهذا نعتذر لكل الأخوات والإخوة ونعاهدكم على أن اللقاء المقبل سيكون بساحة باب الأول إن شاء الله. إذا أنا غادي نكون مختصر جدا نظرا للحرارة ونظرا لضيق القاعة، ولكن في البداية أود أن أقول لساكنة فاس العريقة، فاس التاريخ، فاس الحضارة، فاس مولاي إدريس، فاس جامعة القرويين، فاس الشرفاء، فاس الشرفاء، فاس المجاهدين، فاس المقاومين، فاس المناضلين، فاس الاستقلالية. الأخوات، ونحن في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الغفران، أتمنى لساكنة فاس، لكل النساء ولكل الرجال، للشيب والشباب، رمضان مبارك سعيد. كما أقول للأخوات وللإخوان، سنظل أوفياء لهذه المدينة المقدسة مدينة فاس، أوفياء العهد الذي قطعناه على أنفسنا منذ تأسيس حزب الاستقلال سنة 1934 بهذه الدروب، بهذه الأزقة، بهذه المدينة الفاضلة، والتي لها فضل على الغرب الإسلامي للحفاظ على المذهب المالكي دين الوسطية والاعتدال. هنيئا للقبطان وسكان هذه المدينة، لأن مدينة لها تاريخ، لها حاضر، كما أن لها مستقبل بفضل كل الحاضرات والحاضرين، وبفضل ساكنتها وذكائهم، وبفضل منتخبيها والعمل الذي نقوم به جنبا إلى جنب من أجل أن تظل هذه المدينة صامدة شامخة بين مختلف مدن العالم. الأخوات والإخوة، لكل مدينة محبوها، ولكل مدينة كذلك من يحاول أن يعطل إنجازاتها. أنتم ونحن محبو هذه المدينة، هذه المدينة المقدسة، هذه المدينة التي كانت دائما ولا زالت من المدن المقدسة الأربعة، مكة والمدينة والقدس ومدينة فاس. هذه هي مدينة فاس. يا شباب ارتاح صاروا وزير الكفاح، يا شباب ارتاح صاروا وزير الكفاح، يا شباب ارتاح صاروا وزير الكفاح، يا شباب ارتاح صاروا وزير الكفاح. الأخوات والإخوة، بعد ما نهني كل ساكنة على تواجدهم في هذه المدينة، ومن بعد ما تنأكد على أننا جميعا نعمل في اتجاه واحد، هو اتجاه الوقوف في وجه هذه الحكومة لما انسحبنا منها سنة 2013، لأن شغل الحكومة هو الزيادة في الأسعار، الزيادة في الضرائب، وأدخلت كاهن
المغربي وساكنة هذه المدينة. هاجسنا كذلك الأخوات والإخوة هو أن نجعل من هذه المدينة مدينة آمنة، ولكن كلكم تعلمون ما يحصل اليوم من انعدام الأمن في أزقتها وفي دروبها. نحن سنعمل وسنتدخل لدى المسؤولين مركزيا من أجل أن يعيش سكان هذه المدينة آمنين مطمئنين مرتاحين، لأن الأمن الأخوات والإخوة ضروري بالنسبة إلينا. الأمن هو اختصاص الحكومة باسمكم جميعا، وما لاحظناه مؤخرا رسالتنا إلى رئيس الحكومة إلى البلاد من أجل أن يدعم الأمن بخلق فرص لشباب هذه المدينة من أجل أن يتحملوا المسؤولية لحماية ساكنتها. تعلمون أن المغرب في حاجة إلى 80,000 رجل أمن من مدينة فاس وكذلك باقي المدن المغربية، ولكن هذه الحكومة منذ تحملها المسؤولية إلى اليوم كل الذين يخرجون إلى التقاعد الحكومة لا تعوض، ولهذا لا يمكن لفاس أن تظل ب450 رجل أمن بما فيهم الإداريون وبما فيهم لحافظ الكاميرات وبما فيهم وقلة هي قلة لا يقومون بواجبهم اتجاه ساكنة مدينة فاس. ما الذي يتفاز الإخوان؟ رغم أن ماشي اختصاصنا وماشي مسؤوليتنا، لأن مسؤولية الأمن مسؤولية الحكومة ورئاسة الحكومة. اليوم كاينة 500 كاميرا ثبتناها في جميع الدروب والأزقة ديال المدينة بحوالي 3 مليار ونصف، يعني 500 كاميرا. ما تخص اليوم يكون المشكل ديال الأمن مطروح في مدينة فاس، لأن درنا الكاميرات انطلاقا من المبدأ ديال الوقاية خير من العلاج. قبل ما تكون السرقة، قبل ما يكون الاعتداء على امرأة أو على طفل أو على رجل، خاص رجال الأمن يكونوا مشاو للموقع، لأن الكاميرا محطوطة عندهم في ولاية الأمن. هذا علاش ضحينا، وداك الفلوس كان يمكننا نديروا بها الطرقان ونديروا بها الأشجار، ولكن فضلنا الأمن والطمأنينة ديال ساكنة مدينة فاس. بعد ما المدرسة المغربية اليوم صبحت في أزمة حقيقية. اليوم عندنا في المغرب ما بين 350,000 400 تلميذ تخرج من المدارس لانعدام الإمكانيات، لانعدام المدرسة، لانعدام المعلم ولانعدام الأستاذ مع كامل الأسف. هذه السنة الحكومة بدات بالنسبة للمعلمين والأساتذة غادي يبقاو يشغلوهم بالعقدة بالكونطرا بحال اللي خدام في الكريان. ما يمكنش نضحكوا على الأطور ديال المغاربة بالعقدة. بغينا الأستاذ والمعلم يكون مرتاح البال، يكون عنده أجرة في المستوى ديالو باش يهيئنا الظروف لوليداتنا، لأن بغينا وليدات الشعب يقراو، بغينا وليدات الشعب يقراو، بغينا وليدات الشعب يقراو. لأول مرة في تاريخ المغرب التنسيقية ديال الأطر العليا المعطلة 9 ديال المناضلين اللي هما من المدن ومن الأحياء الفقيرة تعتقلوا لمدة 1.5 سنة من طرف هذه الحكومة، لا لشيء
الا انهم طلبوا العمل، والعمل هو الكرامه ديال المواطن. نستنكر ذلك ونقول للحكومه لا يمكن ان نستمر ونحن صامتون، لان الحق يؤخذ ولا يعطى. النسبة اللي وصلنا لها في البطانة ديال الأجور عمرها ما كانت في بلادنا. بالتقارير الرسمية 40%، يعني كل عائلة عندها 10 أفراد، 4 ما خدامينش حتى ل5، والباقي إما بائع متجول وتيحسبوه خدام، إما في باركينغ مسكين وتيحسبوه خدام، إما تيبيع الزريعة وتيحسبوه خدام. نستنكر هذا الوضع ونريد من الحكومة أن تشغل أبناء الشعب. الصحة الإخوان 200 مليار ديال الأدوية اليوم ما شراتاش الحكومة وتكشفات، في حين أن الحكومة تتنظم المهرجانات بالملايير وتتخسر الأموال في مسائل لا تفيد الشعب المغربي مع كامل الأسف. اليوم الإخوان عوض ما يشريو الأدوية للفقراء بعد ما عطاوهم 8 مليون ديال لي كارت ديال الرميد، بطاقة الرميد، تمشي للسبيطار ما تلقاش الدواء، ما تلقاش الطبيب، ما تلقاش سيكوريتي، ما يمكنلكش تدخل، ما يمكنش تبقى من الوضع، ما يمكنش نعطيو واحد البطاقة وخسر عليها هذيك العائلة فقيرة 600 درهم حتى 1000 درهم وتمشي بها، ولكن ما تلقى لا دواء ما تلقى والو، مع العلم أن الضريبة ديال هذا الرميد تيخلصوها الطبقة الوسطى، الأساتذة والمهندسون والأطباء تيتقطع لهم من 3000 حتى 4000 درهم في الشهر لهذا الرميد. البلدية ديال فاس بوحدها تتخلص 200 مليون للصندوق د الحكومة وما عطاو حتى شي واحد شي ريال. لما قرر رئيس الحكومة يزيد الثمن ديال المحروقات ديال المازوت وديال ليسونس وزاد الضريبة على الطبقة الوسطى والضريبة زاد المراجعات على المعامل، قال داك الفلوس غادي يعطيهم للمطلقات والأرامل والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. والسنين داز دابا واش كاين شي عائلة خدات شي ريال؟ وهذا علاش عندنا الخلاف مع الحكومة، وهذا علاش ما بغيناش نبقاو معاهم وزراء وفضلنا نبقاو معاكم باش ندعموكم باش نتعاونوا نظموا الجمعيات. باش الاخوات الارامل يديروا جمعيه ديالهم والاخوان يعاونوهم وينظموهم، يديروا جمعيه المطلقات، جمعيه ديال الفقراء، وجمعيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، باش نديروا احتجاجات سلميه ووقفات باش الفلوس ديال الشعب تعطى للشعب، فقراء الشعب. هادشي اللي بغينا، هادشي علاش نديروا هاد اللقاءات في شهر رمضان باش تأثروا، باش تكونوا، باش تنوضوا تدافعوا على حقكم. كاين أرملة مسكينة
ولهذا تحضروا وديروا جمعيات ديالكم باش ندعموكم وحنا معاكم والى الامام ان شاء الله باش ناخذوا حقنا كاملا. بغينا رئيس الحكومه قادر على حمايه مكتسبات الشعب، قادر باش يوظف الناس، قادر باش يجيب لهم الدواء، قادر باش ينقذهم. الا ما قادرش خصو يقول فشل، يولي القواعد ويخلي الناس مرتاحين، يولي القواعد وهذه هي القواعد الديمقراطيه الاخوات والاخوه اللي تيحترموا راسهم في العالم وتيحترموا الديمقراطيه اللي هي من الشعب. لما يفشل في المهمه ديالو خصو يحط السلاح، خصو يحط ورقاته ويولي ويخلي الناس اللي قادرين باش يتحملوا المسؤوليه. هذا الخلاف اللي عندنا مع الاخ رئيس الحكومه، وهذا خلاف جوهري، خلاف في العمق، ولهذا حنا بالنسبه الينا غادي نبقاو اوفياء لهذا الشعب، غادي نبقاو الى جانب الفقراء، الى جانب المظلومين، ندافع من اجلكم واليكم ونحن منكم، وتقول دائما 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 تقول دائما الاخوان بحضور المسؤولين. تقول دائما بجانب المنتخبين، بجانب هذا المناضل اللي حدايا اللي 5 مرات وما تيعاودوا له الدائره، خمسة مرات، ولكن الساكنه الاولى يعقوب كانت في المستوى رجالا ونساء، وكل مره تعاودات الا والنتيجه تكون احسن والفرق تيتسع، لان هاد الناس باش نختم الاخوان هاد الناس يتاجرون بالدين، واياكم الثقه. حنا تنشوفوا الملموس، واش عندنا ما ناكلو، واش عندنا ما نشربو، واش ساكنين مزيان، واش نداواو، هذه هي الاسئله. واذا ما كانش هذا الشيء الحكومه يجب ان ترحل. الحكومه عليها ان ترحل اذا ما قادرات باش توفر الشروط للمواطنين الشعب المغربي. المباركة وفي هذه المدينة داخل الأسواق اللي هي مدينة عريقة واللي هي أصل كل المدن، واللي هي أصل لسلطانها وسكانها، واللي تيرفرف فوقنا جميعا دعاء المولى إدريس بن إدريس اللي أسس هذه المدينة وأسسها الدولة. تنطلبوا التوبة وتنطلبوا رئيس الحكومة والحكومة اليوم هذا الشهر المبارك باش تعتذر للشعب المغربي. مازال امامهم سنة حياتهم يرجعوا الحسابات ديالهم ويعطيو للشعب المغربي الحقوق ديالو، يعطيوه حقه في السكن، حقه في الصحة، حقه في التعليم، حقه في الكرامة. ونقول في الختام لا للظلم، لا للحقرة، لا